تمثال يقرأ اسم الملك. حلقتنا النهاردة هتكون مختلفة لأننا هنتكلم عن تمثال عجيب غريب متفرد من نوعه، التمثال الوحيد في مصر وفي العالم تمثال بيقرأ اسم الملك، مش هيروغليفي موجود عادي بنشوفه على كتير من التماثيل، إنما التمثال نفسه بيقرأ الاسم. ازاي الكلام ده؟ يلا بينا نعرف الحكاية. التمثال اللي قدامنا ده تمثال الملك رمسيس، اسم يوناني اللي احنا بنقوله رمسيس التاني. طب يا ترى كان اسمه ايه في اللغة المصرية القديمة؟ أول علامة هنلاقي في دائرة الشمس، دائرة الشمس يعني رع. العلامة التانية هنلاقي فيه عصاية وفي آخرها كده في علامة، ده حيوان ابن آوى. ابن آوى ده شبه الكلب بس بيشبه أكتر الفوكس. العلامة دي اسمها وسر، وسر في اللغة المصرية القديمة يعني قوة. كمان هنلاقي تالت علامة، هنلاقي في سيدة جالسة وفي على راسها ريشة، دي معبودة الحق والعدالة والنظام في مصر القديمة، اسمها معد. هنلاقي كمان في علامة موجودة، دي علامة العنخ يعني الحياة. على بعضهم وسر مع ترع يعني قوية عدالة رع أو قوة عدالة رع. الجزء التاني أول علامة عندي اللي هي دائرة الشمس اللي هي رع. العلامة التانية عبارة عن آلة كان بيمسكها الكاهن وكان بيقرب بيها على فم الموميا في التحنيط، ودي بتعمل حاجة اسمها opening of the mouth يعني فتح الفم. العلامة دي اسمها ستيب. العلامة التالتة عبارة عن مويجات صغيرة حرف الN اللي هو حرف النون، يبقى ستيب ان رع يعني المختار من رع. الاسم على بعضه وسر مع رع ستيب ان رع يعني قوية عدالة رع أو قوة عدالة رع المختار من رع. ده اسم التتويج بتاع الملك. الملك بيكون ليه اسمين، الاسم اللي اتولد بيه والاسم اللي بيديه لنفسه لما بيعتلي العرش. الاسم التاني أول حاجة هنشوفها الصارع، صا يعني ابن، رع يعني الشمس، ده اسم الميلاد بتاع الملك. الاسم بتاع الملك هنلاقيه جوه الخرطوش، رع مسو مري إيمن، مري إيمن اللي هو محبوب آمون اللي هو إيمن. رمسيس التاني فايقة بيبي، كلمة بيبي في اللغة المصرية القديمة يعني مس. كمان هلاقي ماسك في ايده حاجة كده، ده نبات اسمه نبات السو. على راسه هنا هلاقي فيه ثعبان الكبرى، ده بيكون للحماية. فوق راسه كده هلاقي فيه حاجة مدورة اللي هو قرص الشمس اللي هو رع. يلا بينا نقرأ التمثال. أول حاجة قرص الشمس ده يعني رع، هو متصور في هيئة بيبي، بيبي قلنا يعني مس يبقى رع مس. هو ماسك نبات السو يبقى رع مس سو. ده اسم الملك رمسيس التاني. أول مرة في مصر وفي العالم تمثال بيقرأ اسم الملك. فكرة تجسيد الاسم رائعة جدا. وبكده كنا وصلنا لحلقتنا النهاردة من برنامج تاريخ لا ينتهي، ولكن ما ننساش ان لكل حكاية نهاية وبعد كده بنبدأ حكاية تانية من أول وجديد. استنوني في حلقة جديدة.